بشرف الحضور، السلام على ملائكة الذين لم يحضروا. نزولا لرغبتي سأقرأ 10 رسائل مبشرة بالجنون سأكتفي بقراءة 11 منها، بينها رسالة واحدة كتبتها على عجلة من التأني إلى أخي في الرضاعة قلقامش دام ظله. الرسالة الأولى: أمام أنظار الفجر منتصف الليل يغتصب الصباح الباكر. الرسالة التاسعة: المثلك ما يجي لولا وحي مرة ولا ينزل لأن ما تعرف ايش تقرأ. انهدم سقف المغارة وعنكبوتك مات، وفضح سرك حمام الساكن الحضرة، ولأن ناموا سوية الفلح والناطور اندفع باب الحديقة وقطعوا الزهرة. الرسالة الرابعة: كل الذين تحدثوا عنك ليس لأقوالهم مناصب في وزارة الصحة. الرسالة الثانية: واضح لو بعد تحتاج توضيح اللي كتبناه انت سامح مو تماسيح. انا وياك اختلف، من نسهر تنام وخيط من تشق ومن وقف تطيح، ومو مثلك لمن اذنت الغروب حي على السقف من خوفك تصيح. الرسالة التاسعة: ستعرض جنازة البحر الميت على شاشة قناة السويس، لذا لا نسترعي الانتباه. الرسالة الثالثة: شلك يا الكل شمالك، كلهن الوحدي إلك عن حلفة الله الليل اللي يعدي. أعرفك وادري بيك وحافظك واقراك، ولو بعض ولكن تقتضن عدش ما تقرب علي بعيد أحسن بيك. إذا واضح المعنى وتعتبر ضدي، قصدك مو شريف وبيزن الشيطان، ونيتك مو سليمة وراودة قصدي. لبست ثياب كسرة وجبت وحش وياك، وصحت هند بمضيفك تاكل بشبدي، وانا الوحدي من جيتك جبت وحدي وياي، وجت وحدك بجيش وحاربت وحدي، لذلك بثر جدمك اجوا ربع الفيل واحتلوا القلعة وذبحوا الجندي. واخيرا رسالتي السابعة من زينب الحرة المالقة عون الى حضرة اخوي المرهب الكون، ومن بعد التحية وحر الاشواق وسلام من اليتامى اليمي يبكون، عفتني بنص مجرد بالشك الناس، ذرة من الرحم من زينب الحرة المالقة عون إلى حضرة أخوي المرهب الكون، ومن بعد التحية وحر الأشواق وسلام من اليتامى اليمي يبكون، عفتني بنص مجرد بالشك الناس، ذرة من الرحم قط ما يملكون، حكي وسب وحريق ولفحة صياط وسوالف ما أفرزنها ايش يقولون. يا بت الفشل ما تلفظ عيب، ويا بت المهم ظلوا يشتمون وتعذرت الحمل